وبين الحين والحين نسمع منهم العجب العجاب العجيب. فتوى ذاعت وشاعت: رجل تخطى 75، اجتهد واجتهد وظل يفكر ويفكر ويفكر ويفكر، ثم قال: لا بأس أن يقبل الشاب الفتاة. الولد يقبل صاحبته في الجامعة أو زميلته في الشغل، عادي، لا بأس بهذا، لأن الشباب فيهم طاقة وعندهم كبت ويحتاجون إلى تنفيس، وهذا الذنب من اللمم، من الذنوب الصغيرة. هذه فتوى يا عباد الله. إن لم يكن أصحاب هذا الكلام من الرويبضة فمن؟ إنهم يتبعون دينا جديدا، فماذا نحن فاعلون؟ ماذا تريد أن تقول يا ابن أبي شفلحة؟ هل صبئت عن دين آلهتنا واتبعت الدين الجديد؟ لأذبحنك ذبح البعير. خسيت، شلت يداك، سكلتك بنت عمة أمة اللي جابت أمك.